ويجا تم تقديمها من قبل من طرف رجل أعمال أمريكي ديالو اللي هو إيليا بوند في 1 يوليو 1980. واللي هاد اللعبة أيضا كيستعملوها لاسترجاع الأرواح وكذلك السحر والشعوذة. بزاف ديال الناس عزيز عليهم أنهم يتفرجوا واللي يشاهدوا قصص ديال الرعب واللي فيهم أكثر إثارة. القصة ديال خالد اللي العمر ديالو 20 سنة واللي أيضا كيعيش مع الجدة ديالو في واحد المنزل بعد الوفاة ديالو الأم والأب ديالو. القصة ديال خالد كتبدا بعد ما سال العام الدراسي ديالو، فقررت عليه الجدة ديالو أنها باش تقول ليه أننا نمشيو للحج، يعني نمشيو للعمرة. فخالد رفض وقال لها بأنني غادي نبقى بوحدي في المنزل، أنني نستراح يعني من مع الدراسة وكذا. خالد الجدة ديالو مشات للحج، وخالد قرر أنه باش يخرج يمشي ياكل شي حاجة في الزنقة، مع العلم أن جدته ما كايناش. فمشى عند واحد العم ديالو اللي تغدى عنده وجلس عنده واحد شويه. فقرروا انهم باش يخرجوا يمشي يضربوا واحد الدوره. فخالد قرر انه يبقى في السياره وشاف واحد الوجه اللي هو غريب، اللي بشحال هادي سنوات ما شافوش، اللي هو الصديق ديالو اللي الاسم ديالو محمد. فخالد ومحمد كانوا اصدقاء من ايام الاعدادي، اللي الظروف ديالهم خلاتهم تفرقوا. ان الاسره ديال الصديق اللي هو محمد، الاسره ديالو قررت انها باش تهاجر برات البلد ومن تما ما عاودوش تشوفوا. فخالد ومحمد قرروا انهم باش يبقاو يتلاقاو دائما، يعني باش يسترجعوا يعني الذكريات ديال الصغر. وواحد النهار قرر عليه محمد انه باش يجيب ليه واحد اللعبه، انها باش يلعبوها في المنزل ديال خالد واللي الاسم ديالها اللي هي ويجا. فمحمد بعد ما جاب اللعبه للمنزل ديال خالد قرر انه باش يشرح ليه قانون اللعبه، وقال ليه بان هاد اللعبه هادي هي كتسترجع بها الارواح، وكذلك كيستعملوها الناس ديال الغرب اكثريا. وهاد اللعبه هادي كتميز بواحد الطقوس اللي هي معينه، واللي كتعطي يديك على واحد القرص لتكوين واحد الكلمه. وقال ليه محمد بانني شريتها ب 1500 جنيه. وتعجب خالد الامر ديال هاد اللعبه هادي، والثمن ديالها اللي كيتجاوز 1500 جنيه. وسولو قال ليه شنو هو الروح اللي غتستحضر انت خالد. فقال لي خالد قبل ما غادي نستحضر الروح ديالي انا بغيت نسولك انت شنو هو الروح اللي غتستحضر انت. فقال ليه الحاكم الفاطمي. وقال لي علاش بالضبط هاد الاسم هذا. فقال لي حيت بغيت نسولو واحد السؤال اللي هو مهم بزاف، وعندي واحد السر على الوفاة ديالو 10 ديال الدقائق بالضبط. فمحمد بقى كينطق بواحد الكلام غير مفهوم، واللي خالد اندهش بزاف وما فهموش اش كيقول. فسولو خالد قال ليه محمد ما فهمتش شنو قلتي في ديك اللعبه. فهو ما بغاش يعطي راس الخيط وقال لي اخويا هادشي تافه بزاف، حسن يلا نمشيو نخرجوا بحالنا ونمشيو ناكلوا شي حاجه في الزنقه. وبعد ساعتين بالضبط محمد وخالد غادي يرجعوا للزنقه، ولكن محمد ما غاديش يرجع معاه للدار، غادي يقول لي عندي شي غرض وغادي يمشي ويخليه يضطر انه يرجع للدار بوحده. ومشى خالد للدار وتفكر لعبه ويجا اللي كانوا كيلعبوها، ومشى باش يقلب لقى ان محمد نسى اللعبه ديالو وخلى اللعبه ديالو مفتوحه وخلى دوك الاقراص مقلوبين. وهنا خالد غادي يدخلوه الشكوك ويدخلوا واحد الاحساس بان هادشي يعني ما غيدوش على خير. فبلاتي نسيت واحد الحاجه، بان خالد راه ما كانش كيجاوب محمد فاش كان كيصوني عليه. وهنا خالد غادي يعرف بان هذيك الجواب فاش ما بغاش يجاوبو الاحساس ديالو كان صحيح. فخالد هنا اضطر انه يمشي ينعس وينسى هاد الخرافات هذه، ولكن مع ذلك خالد كان كيحس بان شي واحد كيراقبه، واضطر انه باش يمشي يقرا القران ويخف عليه شويه من هاد الحادثه هذه. فخالد من بعد مشى بواحد النوم اللي هو عميق. من بعد فتره سمع واحد الصوت اللي هو غريب جدا، وهنا خالد غادي يحس بذاك الصوت بان شي واحد بحال كيحل الباب.
وهنا خالد غادي يتخلع بزاف وغادي يضطر انه باش يمشي يجري بسرعه انه باش يتصل بالشرطه. ولكن بعض المعلومات اللي قالت لها الشرطه اننا حنا مقطعنا الضوء على حتى واحد، يعني انه هو بوحدو اللي تقطع عليه الضوء. عاوتاني غادي يسمع نفس الدقان اللي سمعوه في الباب كيتحل ديال البيت ديالو، فتشجع خالد وهبط انه باش يحل الباب ديال برا. فلقى واحد الظل، وهذا الظل هذا ديال واحد المرأة اللي هي عجوزة بزاف، فاضطر انه باش يشوف ليها في الوجه ديالها، واللي هي الوجه ديالها عجوزة بزاف، واللي الملامح ديالها اللي كتخلع بزاف. يعني بعد الرؤية ديال خالد ديالو تفزع وبقى في بلاصتو جامد وما عرف ما يدير، فاضطر انه باش يمشي يدخل الدار ويلقى شي مخرج انه باش يهرب، ولكن ما لقى والو. وتم تاكد خالد بان الدار انها مسكونه بالارواح. خالد غادي يتعصب بزاف ويفقد السيطره ديالو، غادي يضطر انه باش يعيط الصديق ديالو اللي هو محمد، واللي ما كانش كيجاوبو، وعاود اتصل به وما كيجاوبوش. فهنا خالد اضطر انه باش يمشي للفندق، شي فندق انه باش ينعس فيه حتى الصباح ويلقى شي حل لهاد المشكله هادي، ولكن ما عندوش الفلوس انه كافين انه باش يمشي للفندق. وقرر انه باش يمشي للدار ديال محمد ويبقى عنده حتى الصباح، لانه فايت انه عطاه العنوان ديال الدار ديالو، واللي يشوفها بعدا هو صحيح ولا لا. فخالد هنا مشى قصد الباب نيشان باش انه يمشي ينعس عند الصديق ديالو اللي هو محمد. مع الحله ديال الباب سمع نفس الدقان ديال المره اللي فاتت، مشى باش يحل الباب وقرر انه باش يحل الباب مره اخرى. فحل الباب ولقيت الامام ديالو اللي هي الجده ديالو رجعت من الحج. وهنا اخيرا خالد انه غادي يرتاح من هاد الفزعه كامله اللي دازت عليه، وحكى للجده ديالو كل شي ما داز عليه في اليومين هادي اللي فات وعذراتو. وهنا قرأت عليه ايات قرانيه بزاف اللي خلاتو انه يرتاح نفسيا وينعس وينسى هاد المواضيع. من بعدها جدتي من بعد انها ما تفهمتني وعرفات اشنو وقع ليا، فقررت اننا باش نبيعو داك المنزل ونمشيو لشي منزل اخر. فداكشي اللي درنا، بعنا المنزل المسكون المنحوس ومشينا لواحد المنزل اللي هو جديد. ومن بعد ما شلنا دوك الاغراض اللي كنا كنهزو، شفت واحد الصندوق اللي هو غريب جدا واللي اول مره كيشوفو خالد. فسول جدته قال لها شنو هاد الصندوق هذا؟ فقالت ليه هذاك الصندوق ديال الاب ديالك فيه شي اوراق اللي كانت ديالو، وكنت باغي نحلو ولكن ما كانش عندي الوقت، نخليه من بعد. في المنزل الجديد كنحس بواحد الطمأنينة اللي هي زوينه بزاف، واحد الامان مع الجده ديالي. فاضطريت انني باش نحل داك الصندوق ونعرف اشنو فيه لداخل. فلقيت فيه واحد الاوراق اللي هي قديمه جدا ومهمه اللي كتهم خالد والجده ديالو. واشنو لقى فيه ان الاب ديالو كيتوفر على واحد الاسهم واحد الشركه اللي هي اوروبيه ومعروفه ومشهوره بزاف. فاضطريت انني باش نمشي للجده ديالي وتشرح لي اشنو طاري في هاد الوراق هادي. فقالت لي بان الاب ديالك كان عزيز عليه بزاف الاداب الاسلاميه، ومن بعد التخرج ديالو خرج موظف بسيط في واحد الشركه، ولهنا غادي نفهم الاب ديالو بعد التخرج ديالو كموظف بسيط في هذيك الشركه المشهوره. فاضطرت يعني الابنه ديال مولات الشركه انها باش دير واحد العلاقه مع الاب ديال خالد. فداروا واحد العلاقه اللي وصلت بهم انهم باش يضطروا انهم يتزوجوا. فهنا من بعد 4 ديال السنوات الاب ديال خالد غادي يقدر انه يبصم بصمه ديالو في ديك الشركه،
وغادي يدير واحد المجهود اللي هو كبير بزاف، اللي غادي يخلي الناس كلهم كيعرفوه، وغيولي رجل اعمال معروف بزاف، واللي غادي يسبب ليه واحد المشاكل اللي هي كبيره مع الزوجه ديالو. ديال خالد غادي تضيق به من جميع النواحي وما غادي يعرف ما يدير، والقرار الاخر ديالو انه باش يهرب. فداكشي اللي دار انه هاجر البلاد وقرر انه باش ينتحر. وهنا خرجت واحد الصحيفه اللي هي مشهوره بزاف وقررت على الانتحار ديال الاب ديالو والوفاه ديالو كالصاعقه. بعد سنه بالضبط الام ديال خالد غادي تموت بحادثه سير من بعد الوفاه ديال الاب ديالو. فبعد ما سمع خالد هاد القصه كامله قرر باش ان الحق ديالو انه ما يمشيش هكاك بعد ما لقى دوك الاوراق. فقرر انه باش يلقى شي وسيله باش يلقى شي حل. انا خالد غادي يفكر اللعبه ديال ويجا وغادي يوقف عليها. فقرر خالد انه باش يتواصل مع شي واحد باسم مجهول ماشي ديالو. فهنا خالد غادي يلقى واحد الاسم اللي مجهول وغادي يتواصل معاه، وغادي يقرر انهم باش يديروا هاد اللعبه اللي الاسم ديالها اللي هي ويجا واللي دوزت عليه الحرب. فقرر خالد انه باش يلتقي بهذا الشخص هذا ويديروا واحد الطقوس اللي هي معينه. فهنا خالد غادي يتعجب في الامر وما غاديش يجاوبوا الاب ديالو على السؤال ديالو اللي قال ليه. وهنا خالد غادي يندهش ويسول الشخص اللي كان معاه، فقال ليه بان استحضار الاموات فاش يجاوبك فاعرف بان الشخص ميت، فاش ما يجاوبكش عرف بان الشخص انه باقي على قيد الحياه. وهنا خالد غادي تشوكا ويقول ليه ما يمكنش. فقال لي هذه الحقيقه بان الاب ديالك مازال على قيد الحياه وما ماتش. فهنا كل شيء يعني الخلاصه ديال هادشي بان خالد قدر انه يعرف بان الاب ديالو مازال على قيد الحياه، وعرف الصديق ديالو على حقيقته، وفقد المنزل اللي كبر فيه من صغره واللي هو باقي صغير. فهذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو. ما تنسوش انكم ديروا شي سبسكرايب شي ابوني كما كتقولوا لي نتوما، والله يعاونكم.